ايه اللي ممكن يحصل لو الخوف فضل ملازمك طول حياتك؟ احساس الخوف المزمن او المستمر لما نبقى خايفين وقلقانين طول الوقت، واوقات بيبقى مفيش حاجة فعلا حقيقية هي اللي مخوفانا. غالبا بيكون بسبب ان احنا مش عارفين نتعامل مع الخوف بشكل صحيح، او بسبب حاجات سيئة حصلت لنا في الماضي. اما بنكون خايفين ما بيفرقش مع النفس قوي ايه هو سبب الخوف، ولكن الاحساس والشعور ده بيبقى مكمل معانا طول الوقت. وغالبا بيبقى فيه مثل او رمز جوه الخوف ده. ساعات بنبقى خايفين من ان حياتنا تبوظ، او ان احنا نفقد السيطرة، او حاجة انا بعملها افقدها. الخوف الدائم ده بيبقى غالبا نتيجة حاجتين. اول حاجة احساسنا بان الخوف ده بيكون حماية للواحد، لان انا لو ما خفتش او ما قلقتش ممكن الموضوع ده يجيلي على غفلة. السبب التاني ان احنا بنفضل محتفظين بالافكار دي، وممكن تكون من واحنا صغيرين في دماغنا، وده في حد ذاته بيخلينا تحت سيطرة الخوف. الطريقة الوحيدة للتخلص من الخوف ده هو ان احنا نعدي منه، بدل البعد عنه والهروب منه او محاولة مقاومته. او نتعلم حاجات بسيطة زي ان انا اقول اللي يحصل يحصل، او حتى لو اللي انا خايف منه حصل الدنيا هتعدي وهتبقى زي الفل. كلمات بسيطة زي كده بتساعد الواحد ان هو يعيد سيطرته على حياته على نفسه مرة تانية، ويقدر فعلا يعدي من الخوف. لان في اللحظة اللي بنكسر فيها دايرة الخوف المزمن فعلا وقتها قوتنا بترجع لنا مرة تانية. الحقيقة ان احنا لو بطلنا نخاف من الحاجات اللي خارجة عن سيطرتنا، وقتها فعلا هنكون احرار.